لما يكون تحس أنت ليك دور في خدمة هذا الحاج يجيك نشاط غريب جدا. اللحظة اللي أشعر فيها بالإنجاز بعد 35 سنة لما يكون فريق العمل أنقذ حياة حاج أو معتمر. من أغرب القصص قصة حاج جزائري وصل لباب جبرين، تعامل مع الفريق في المركز انقاذ حياته بفضل الله تعالى بعد مجهود كبير. ربنا رد روحه بفضل الله تعالى وانتقل لمستشفى الأنصار وخرج الحمد لله. زارنا في المركز، كان فريق العمل كامل يعني دخل في بكاء شديد جدا من الفرح. خدمة الحجاج أصبح فيها تحول نوعي، كانت خدمة عبارة عن خدمة علاجية فيها جزء بسيط جدا من الوقاية. احنا اليوم الوقاية للحاج في بلده قبل ما يأتي، فكان لها دور كبير جدا في أن الحجاج يكون وصولهم سالمين. بعد 35 سنة خدمت في الخدمات الصحية في خدمة ضيوف الرحمن. لاحظنا الممارس الصحي السعودي في صفات حسن خلق، في رحمة في التعامل مع الحجيج، الحرفية، الصبر على تحديات كثيرة جدا في الحج، الكفاءة العالية والمهارة، التعليم والصبر. الدافع اللي يخليني أقوم من السرير يوميا بنشاط هي خدمة الحاج والمعتمر. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يستركم، الله يحفظكم ويحفظ رجال الصحة.